السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع بابا عمر. النهاردة يا جماعة طلع أتكلم معاكم في موضوع كان من فترة كده قريت تويتة وعديتها، لكن امبارح الأمر اتكرر تاني. كانت التويتة دي كانت حوالي من شهر كده، لكن امبارح الأمر اتكرر بقى بشكل مش حلو يعني. التويتة اللي كانت منشرة كانت بتقول إيه؟ واحد كان بيقول حب وطنك زي ما بتحب وطن الجيران. يقصد طبعا القضية الفلسطينية. فقلت عادي يعني، واحد دماغه تعبان يعني، الموضوع ما ماشي. هو شايف ان ده وطن الجيران وشايف ان ملوش علاقة بفلسطين، ده واحد دماغه تعبان. بعد ماتش الاهلي مع الاتحاد السعودي لقيت كذا تويتة من ضمنها التويتة اللي هوريها لكم دي. الناس بتتكلم بتقول انت رافع علم فلسطين ليه ومش فلسطين ليه، وارفع علم بلدك ومش بلدك واضح بقى ان هنا في خلل. هو في حاجة من اتنين: يا اما اللي بيتكلم ده حد جاهل مش فاهم دينه، مش فاهم يعني ايه القدس، يعني ايه الاقصى، يعني ايه فلسطين، ايه الفرق بين القضيه السياسيه وان تكون قضيه دينيه. هي القضيه بالنسبه لي انا كعمر قضيه دينيه بحته، وهنتكلم ونقطع ونفعطها مع بعض ليه. فاللي بيتكلم ده يا اما هو مش فاهم ايه هي القضيه الفلسطينيه وماذا تمثل القدس والاقصى للمسلمين، يا اما هو حساب مزيف بقى يهودي، اي حاجه إن كان. طيب لو هو حساب مزيف وحسابات يهوديه وهاكرز والكلام ده هياخد بالجزمه. اما لو هو حد مش فاهم نفهمه، ولو مش عايز يفهم مش كل عنده ما فهم. فلسطين بالنسبه لنا نتعاطف مع الشعب الفلسطيني على اللي بيحصل له، ارواح بشريه بتموت كبني ادمين عاديين. انما انا فلسطين بالنسبه لي قضيه دينيه بحته. الاقصى كانت قبلة المسلمين الأولى قبل ما يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحويلها للمسجد الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بشد الرحال إلى ثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، اللي هو المسجد النبوي. حديث عن الرسول: المسجد الأقصى اللي الصلاة فيه ب500 فرض، وانتوا بتطلعوا تقولوا فلسطين مش وطننا، فلسطين ما تلزمناش. طيب، رحلة الإسراء والمعراج، الرسول عليه الصلاة والسلام أعرج به من المسجد الأقصى، أعرج به إلى السماء بعد ما صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، أعرج به للسماء وفرضت الصلوات الخمس. أنا بس بكلمكم إيه هي المقدسات الإسلامية والأحداث الإسلامية اللي تهم الأمة الإسلامية في فلسطين، عشان الناس بس بتاعت تقول لك إيه، حبوا وطنكم. فلسطين تخصنا كمسلمين كقضية دينية. أما فكرة إن أنت واخدها سياسة وده شعب وماليش فيه وهو هم اللي عملوا مش هم اللي عملوا، رغم إن مش هم اللي عملوا كده برضه، ما بقوش أرضهم، بس أنا برضه بجيبها لك من الناحية الدينية. ده لو أنت غيور على دينك، ما يكونش ليك أجندة بقى، أو واحد بقى علماني ملحد أيا كان. نكمل. فلسطين طول عمرها كانت سكن الأنبياء. أول ما هاجر إليها كان سيدنا إبراهيم، وهو اللي طور المسجد الأقصى بعد ما أبونا آدم حط حجر الأساس للمسجد الأقصى. أول من هاجر إليها كان سيدنا إبراهيم. سيدنا داود عاش فيها وبنى محرابه. سيدنا لوط أنجاه الله وقومه لما أمرهم يهاجروا من قومهم إلى أرض فلسطين. سيدنا سليمان حكم العالم منها. وحدثت في أرض فلسطين قصة النملة الشهيرة التي كلمت النمل وقالت لهم في القرآن الكريم: ادخلوا إلى مساكنكم.
الحدث ده في منطقة وادي النمل بجوار عسقلان في أرض فلسطين. هي اللي بتقول حب وطنك وما تحبش وطن الجيران. فلسطين هذا تمثل ده الإسلام. ولادة سيدنا عيسى في أرض فلسطين، وفيها هدت ستنا مريم بجذع النخلة في أرض فلسطين. قصة طالوت وجالوت بأرض فلسطين. المسجد الأقصى هينزل سيدنا عيسى في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال في أرض فلسطين. نهاية الكون، نهاية اليهود بأرض فلسطين. ربنا قال لما هيتجمعوا كلهم في أرض واحدة وهتكون نهايتهم بأرض فلسطين. فما تجيش يا جاهل تقول لي حب وطنك زي ما بتحب وطن غيرك. بحب وطني، وفلسطين مقدس إسلامي بالنسبة لي، قضية دينية. قبلتي الأولى، سكن الأنبياء، الرسول أعرج في الإسراء والمعراج منها، ستنا مريم ولدت سيدنا عيسى. القدس الأقصى، الأقصى يا جماعة الصلاة فيها ب 500 فرد، أنا مش عارف أخش أصلي فيها كمسلم. فما تقوليش حب وطنك زي ما تحب وطن الجيران. أنا بحب وطني وبحب أرض فلسطين اللي فيها المقدسات الإسلامية بتاعتي. افهم واقرأ وتعلم دينك كويس قبل ما تتكلم. الناس اللي ما كانتش عارفة أنا جبت لها المعلومات دي سطحية، تقدر تاخد المعلومات اللي أنا قلتها دي وتخش تبحث عنها وتتأكد من صدق كلامي. والناس بقى اللي عارفة وبتكابر لأغراض دنيوية منكم لله بقى، انتوا ربنا بقى ايه يخلص منكم. لكن بلاش مزايدة. شعب فلسطين كلنا قلبنا معاه، ومش معنى اني برفع علم فلسطين انا كده بعمل جريمة. ايه الجريمة اللي عملها لعيبة النادي الاهلي مثلا رفعوا علم فلسطين في السعودية عشان تطلع ناس تهاجمهم بالشراسة دي؟ ايه اتصهينتوا ولا هي دي حساب يهودية، حسابات يهودية ولا ايه القصة؟ الموضوع بالنسبة لي بصراحة يعني بقى مش مئز قوي. فأنا مش عارف بصراحة يعني هل احنا وصلنا للحال ده؟ يا جماعة اقروا دينكم. أنا ما بقولش يعني نبيع وطننا، لكن نغير على مقدساتنا الإسلامية. ده بالوضع ده لو دخلوا على الكعبة ولا تتهزكوا شعرة. يعني انت مش فاهم، عشان مش فاهم دينك. ايه هي ارض فلسطين بالنسبه للاسلام والمسلمين؟ لما تعرف ان نهايه اليهود فيها، تعرف ان سيدنا عيسى هيبعث فيها. فشغل الالحاد ده، وانك تخلي الناس تخش في سكه تانية، وان انت تاخد انك تشتري الدنيا بالدين مش بالاخره بقى بالدين. غيروا على دينكم شويه بس، ده اللي انا بتكلم فيه. غيروا على دينكم شويه. واللي عايز يتاكد من كلامي عنده المراجع يقدر يرجع ويراجع ويجيب لي معلومه واحده من اللي انا قلتها دي غلط، عشان تعرفوا ايه قيمه الارض الفلسطينيه. وقلبي مع الشعب الفلسطيني، اللهم انصرهم يا رب وثبتهم. لكن ده مش معناه ان انا ما بحبش بلدي. انا بحب بلدي وبحب امنها القومي وبخاف عليه، وفي نفس الوقت عفوا بحب المقدسات الإسلامية بتاعتي وبغير عليها، وعايز أحرر الأقصى. عايز أحرر الأقصى عشان نصلي فيها الصلاة اللي ب 500 فرد. أنا بتكلم عشان لقيت محدش بيرد على الناس دي، عشان الجيل اللي طالع مش فاهم إحنا محموقين على فلسطين ليه. مش يعني أنا حبيت بس نبذة بسيطة. الموضوع ياخد ساعات وانا مش عايز اتعمق فيه ساعات. انا اديتكم نبذه بسيطه. فلسطين مقدسات اسلاميه وارض اسلاميه ومسلمين. لازم
نحافظ عليها. يا رب ارزقنا جميعا الصلاة في المسجد الأقصى. اللهم آمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.